والله 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 قبت يا عيال، قبت بين البطل الكويتي محمد الأقرع والبطل المغربي بدر الدين ديني. طبعا يا اخوان قتالهم يوم الجمعة، وشوفوا دحين في المطعم هنا قامت بينهم. شوف انا اربيك يقول له يوم الجمعة يا اخوان حيتحدد مين البطل، حيتحدد مين بطل الشرق الاوسط. ابكم يعرف انه محمد الأقرع كان يتمرن مع تيم حبيب وهو تقريبا افضل مصارع في الشرق الاوسط، لكن بدر الدين ديني رد عليه قال له يا حبيبي انا ما يفرق معاي لا تتمرن مع حبيب ولا ما مع حبيب، تنزل لي هنا الحلبة انا حكون معاك شغال، تبغى ارضي تبغى فوق. قال له يا حبيبي انت اصلا كيف تقول انك افضل مصارع وافضل مدري ايش وانت اصلا ما عندك اي اخضاعات. بسبب المهاترات والاشياء دي طبعا قبت بينهم في الفندق يا اخوان. طبعا القتال يا اخوان حيكون يوم الجمعة، حيكون ان شاء الله في الخبر، لكن والله يا اخوان نظرات الشر بين الاثنين مولعة. اللي ما يعرف محمد الأقرع يا اخوان، محمد الأقرع مقاتل جدا ممتاز، طبعا كان عنده 6 انتصارات وكان غير مهزوم الين ما هزمه طبعا عمر الضفراوي البطل المصري السابق، لكن الان قتاله مره ثانيه على اللقب، والقتال هذا يا اخوان المفروض من زمان يصير، لكن بسبب الاصابات والاشياء هذه تاجل القتال، والان حيلعبوا على الحزام. يعني يا اخوان الان القتال مو بس مولع، هو بدا اصلا من الفندق. وشوف هنا تيم طبعا بدر الدين ديني طبعا قاعدين يحتفلوا ويصيحوا ويستفزوا تيم الأقرع، وتيم الأقرع نفس الشيء. فالامور يا اخوان يعني حتنتهي يوم الجمعه. بدر الدين ديني اصلا تيمه متوحش، وهو اصلا ادمي متوحش ويحب الانهاءات. النزال هذا يا اخوان حيحدد مين اقوى رجل في الشرق الاوسط في وزن الويلتر ويت. طبعا يا اخوان بدر الدين ديني جاي من سلسله انتصارات، 4 انتصارات متتاليه. محمد الأقرع رجع برضه من فوز بعد ما انهزم من الضفراوي. بعد الاستفزازات هذه للامانه يا اخوان ما اتوقع انه القتال يروح لقرار حكام، اتوقع واحد فيهم ينهي الثاني. للامانه اكون معك صريح، انا احب اجواء البيف، احب اجواء المشاحنات، لانه الصراحه تصنع القتال، والجو يا اخوان مشحون بما فيه الكفايه. لكن انتم اعطونا ارائكم، بالاضافه اذا تبي تتفرج القتال ان شاء الله يوم الجمعه احط لك كل الروابط عندي في البرنامج الاصفر، تتفرج قتال مجانا. السلام عليكم.